ولا الراسية. هدف أول للمنتخب. مبحي تبادل كرات، لكن يا سلام هذه تسديده، لكن الكره تصدي جد في اول مباراه. يمر يرسل كره عرضيه، لكن ايضا الاهداف المواجهه واول اهدافه في هذه البطوله طبعا. بينما هنا طبعا على التنفيذ جميل اليحمدي. جميل يرسل كره، لكن بتتخلص فيها طبعا المنتخب العراقي في ذلك الوقت. هنا كره تعود من الكعبي، محاوله لصالح المنتخب العماني. الاحمر العماني، السامبا العماني يبحث عن بطولة أخرى. كرة بالراس بتمر خطيرة، ساقطة داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى، تدخل من حارس المرمى وهناك صافرة. هذه لحظة كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني، عرضية لكن مو الكويت على حساب المنتخب الإماراتي طبعا بركلات الترجيح. هنا كرة بالراس مبعدة، تعود مرة أخرى او الحبسي يرسلها الى الامام وتسديده خطيره، لكن الى خارج ارضيه الملعب. تتحول الكره الى ضربه مرمى خطيره. المحاوله كانت ايضا عن طريق المنذر، اللي انذر فيها حارس المرمى بان اي كره تجد طريقه بهذا المكان ساسددها بهذه الطريقه. سددها المنذر والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا واحد من المحترفين طبعا من لاعبين المنتخب العماني، محترفية عالية ومحاولة لصالح المنتخب العماني بالراس، لكن سهلة. تسديدة لا 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 لا، خذوها. هذا ليس بتوك توك يا سكوب، هذا ليس توك توك يا سكوب، بل انه المنتخب اليمني الذي يقلب الطاولة في رومونتاتا على المنتخب العماني. يا الله على تسديدة سكنت شباك المخيني، لا تصد لا ترد. المنتخب اليمني يقلب الطاولة برومونتاتا يمنية، رومونتاتا يمنية. هل ما قلته حقيقة يا سكوب أم أن كان تمويه لهذا المنتخب الذي يقلب الطاولة في هذه اللحظات عن طريق عمر الداحي؟ عمر الداحي يضع الكرة في المرمى على يسار حارس المرمى جمعة المخيني أو إبراهيم. ممكن عرضية هي كذا خطيرة بالراس، ضاعت مرت خطيرة، ما زالت تسديدة. لا المنتخب اليمني قادر على أن يسجل، قادر على أن يتقدم، يمتلك مقومات تسديدة، ولكن المسلمي يتصدى. عرضية لكن الكرة خطيرة على الجهة اليسرى لصالح المنتخب العماني. تمريرة تبادل كرات، ممكن فرصة خطيرة أمام المرمى، لكن تدخل من المدافع وإبعاد. حكم المباراة يتحدث للفار في هذه الأثناء. هناك في تشيك بلنتي. هل يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني؟ لا، يحتسبها خطأ الآن لصالح المنتخب العماني. لا وجود لركلة جزاء، لا وجود. أرشد العلوي تسديدة ولا خطيرة كانت. هل سجل؟ نعم سجل العماني، سجل الأحمر العماني هدف جميل عن طريق أرشد العلوي. خطأ فادح، خطأ فادح من حارس المرمى، خطأ فادح من علي فضل. نعم لم يمسك الكرة، كانت سهلة، كانت سهلة يا علي في اللقطة الماضية. شوف أرشد العلوي تسديدة نطت أمام حارس المرمى، شوف فقدها وبعد ذلك مرت عدت. هل تعدت خط المرمى؟ لكن المنتخب العماني شوف نعم أعتقد بأنها مرت، أعتقد بأنها مرت. العماني يعود، الأحمر يسجل، السامبا لا تستسلم، العماني لا يستسلم، يسجل هدف بلا شك جميل. لكن هنا كرة خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء. نعم أتت عن طريق جميل اليحمدي،
انذار للقائد في هذه اللحظات. مدير عبد ربه يحصل على انذار بعد ارتكاب الخطأ داخل منطقة الجزاء، لا غبار عليها يا جميل. تقدم جميل يا جميل في اللقطة الماضية. السامبا تاب أن تخرج من شوط المباراة الأول إلا بالتقدم، وهذه المرة عن طريق ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة في هذه الأثناء لمصلحة المنتخب العماني. هل يشعلها؟ هل يسجل هدف التقدم ويخرج إلى دكة أو غرف الملابس وهو متقدم بالهدف الثالث؟ أرشد وحارس المرمى علي فضل، هل يتصدى علي؟ هل يكفر عن ما فعل هناك؟ ضاعت يا الله، فرصة التقدم يا أرشد بتضيع. نعم، الأمطار لها دور كبير. شوف، نعم، فقط توازنه وبعد ذلك سدد الكرة. إلى أين يا أرشد؟ الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب ما بعد فرصة كانت مؤاتية لريمونتادا أخرى في هذه المباراة، لكن عن طريق الأحمر على الجهة اليمنى. أداء جيد للمنتخب اليمني بالرغم من أن سجل المنتخب العماني هدف التعادل، إلا أنه يمتلك عناصر جيدة. هنا محاولة تقدم إلى الأمام. شوف الدعم لجماهير المنتخب العراقي لجماهير المنتخب العماني. شوف التخليص اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء. حارس المرمى علي يبعد، تعود مرة أخرى محاولة للتسديد لكن تصدي من الدفاعات. العودة الآن خطيرة أمام المرمى، خطيرة لكن خروج لحارس المرمى، وإن كان خروج كرة في مكان تسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. المنتخب اليمني صنع لنفسه فرص كثيرة في هذه المباراة. محاولة لكرة عالية. الله الشعار سيفين والخنجر عمانية. الشعار سيفين والخنجر عمانية. أبناء السلطنة وعن طريق عصام الصبحي يتقدمون. شوف الكرة الماضية العارضة وبعد ذلك أقلع طار عصام الصبحي ووضع كرة في شباك ومرمى المنتخب اليمني. العمانيين يعودوا للتقدم مرة أخرى، ومع بداية شوط اللقاء الثاني عن طريق عصام الصبحي. عمان 3 اليمن 2. هدف مبكر. هنا تسديدة في المرمى للمرمى خليفة علي الحبسي يتصدى. الأخبر يتقدم، الأخبر يبحث عن المرمى. بالفعل هو خليفة الأسطورة علي الحبسي. أجلس فايز الرشيدي في مقاعد البدلاء وسيجلس الكثيرين على مقاعد البدلاء. نعم، الرشيدي يتصدى، يمنع الهدف الماضي أو ركلة الجزاء والهدف